كنشكروك الاخ ملوك على مرحبا. الزياره ديال مدينه فاس، وحنا كنتبعوا البرامج ديالك اللي كدير. الله يحفظك. تبارك الله برامج في المستوى، كتدافع على الصناعه التقنيه وعلى الصناعات. كنطلبوا من الناس يعني اللي عندهم محتويات بحال بانهم تما يطرحوا هذه المواضيع هذو، لان الصناعه التقنيه خصها واحد شويه ديال الاهتمام عند الصحافه وكذلك الناس اللي كيديروا محتويات. انا تعلمت الصناعه الاب ديالي الله يرحمه، كنت الصناعه عمري 10 سنين 9 سنين. الحمد لله صناعه شريفه وعفيفه، استفدنا منها بزاف ديال الحوايج الحمد لله. الحمد لله عشنا منها، تزوجنا منها، يعني اللهم بارك، ما نساوش الفضل ديالها بخير. وحنا بالنسبه لي انا فخور انني صانع تقليدي، وكل افتخار وكل اعتزاز الصناعه ديالي وكذلك المهنه اللي كنزاوي. يعني انت تكلمت على واحد المده طويله انت دابا في هذه المهنه، نعم التطوير. كيفاش كتشوف التطور ديالها؟ واش حافظت على البريق ديالها التقليدي، ولا يعني كيفاش كتشوف التطور ديالها؟ كي كانت كيبقى دابا، ولا شنو اللي تطور فيها؟ الصناعه التقليديه عرفت واحد التطور كبير بمهارات تقليديه، ماشي نقولوا دابا حنا عاد دابا كان جا التطور كما التكنولوجيا ولا الماكن، ولكن كان قبل كان تطور واحد المستوى باهر. يعني ملي كنجيو عندنا مثلا غير موديلات مثلا ديال البراد، ديال الصينيه، ديال التريات، واحد التطور كبير. الخشب النحاس ولا اندمج مع بزاف ديال الحرفات، اندمج مع الخشب، مع الجبس، مع سميتو، الله يعظم مع الثوب، فهمت يعني. وعطى واحد الاكل ديالو، وعطى واحد النظره زوينه حتى بالنسبه الاتقان له. ربما. الاتقان تبارك الله، لان الصناعه التقليديه الناس تبارك الله بدعوا فيها، بدعوا. صحيح. هي غادي كتطورك، اي جيل قبطها الا كيطورك اكثر من الجيل اللي قبل منه. والرواج ديالها كاين رواج، يعني كاين اقبال كبير على خصوصا هاد المنتوجات النحاسيه. الحمد لله كاين البركه الحمد لله. وهذا المنبر كنبغي نوجه واحد الرساله بعدا لخوتي المغاربه في المغرب كامل وخارج المغرب، انني كنطلب منهم باش انهم يدعموا الصناعه التقليديه، باش يدعموه هو ياخذ المنتوجات التقليديه المحليه ديال المغرب وديال فاس. هي في الحقيقه الصناعه التقليديه هو اللي يدعمهم، لان هذا واحد المنتوج غايه في الروعه. شوف حنا هما خصهم يفرقوا ما بين المنتوج البلدي اليدوي وما بين اللي مصنع بالاله. خصهم يفرقوا. شوف المنتوج باين، ملي كتقبط المنتوج في يديك راه العين تبارك الله. المغاربه راه ذكيين، ما غاديش تحرف لهم في هذا الشيء هذا. فهمتي، راه المغرب يشد في يديه البراد او الصينيه او التريه، غيشوفها غادي يعرفها واش ديال البلاد او خارج البلاد او باليد او بالماكينه. تبارك الله المغاربه ذكيين، لان حنا الشعب الحمد لله ذكي وشعب مربي في الصناعه التقليديه وكيعشق الصناعه التقليديه. اي بيت دخلتي لها في المغرب الا كتلقى فيه براد صينيه، كتلقى يعني اي دار دخلتي لها كتلقى فيها فرش تقليدي. الجبس كتلقى المغاربه كيحبوا الصناعه التقليديه وكيبوسوا عليها، وهذا الشيء الحمد لله كنعتزوا به. حنا كنشجعوهم باش انهم يزيدوا يجتهدوا، لان هذه الحرفه هذه غاديه للانقراض. فهمتي، ما بقاوش الدراري كيتعلموا. علاش هذا نقطه مهمه ديال الانقراض، يعني الصناعيه غادي متى ينقصوا في نظرك؟ علاش؟ كاين عده اكراهات. مثلا نرجعوا الاكراهات مثلا ديال الدري ولا دابا كيدخل للصناعه تكون عمره 16 عام، عندك حق تخدموا معاك. اغلبيه الصناع تقريبا اجمعوا على هذه، بان يكون روطار 16 سنه صافي 16 عام روطار ما يمكنلكش، ما عندكش كيدير يتعلم ديك السنه. علاش الدري ملي كيدير 16 عام كيفوت واحد المرحله ديال التعلم. فهمتي، كتولي صعيب باش يتجاوب معاك، لان علاش كيولي هو حاس براسو. كيما واحد المعلم قال لك انا غنهضر مع هذه. يعني كيولي حاس براسو، تعطيه المعلومه ما يتقبلهاش منك. صحيح. ما يمكنلكش تغوت عليه، ما يمكنلكش. فهمتي، المعامله كتصعب معاه. فلهذا كيجيو الدراري كيجلسوا ما كيكملوش. فهمتي، ما كيكملوش. هذا هو المشكل اللي كاين. وزائد سميتو الاكراهات ديال داروا تكوينات المسؤولين، داروا تكوينات على حساب الصناعه القديمه، ولكن واخا هكاك ما عطاوش ديك الجوده الكاليتي اللي ربما حتى كان بعض المهن ربما ماشي النحاس، ولكن الله اعلم كان بعض الاحيان كتشوف الابن كيشوف الاب ديالو الصناعي مثلا سدور ولا خياط ولا كذا، الولد ديالو ما داير والو بديك الصنعه، يعني ما عاش شي حياه. يعني كيقول لك ما يمكنش انا ندخل في هذه المهنه وانا ما شفتش الوالد ديالي مثلا عاش بها مزيان كمثال. هذا جانب. انا عندي الاصدقاء ديالي الصناعه القديمه كنجلسوا كنتناقشوا، كيقول لك ما يعلمش ولده الصناعه، لان المستقبل ديالها مجهول. فهمتي، دابا في المستقبل ديالها مجهول. وفي ديال دابا هذا التقنيه بين قوسين، يعني كنتكلموا على التقنيه بين قوسين، كنتقوا فقط على التغطيه الصحيه، على البطاقه المهنيه الى غير ذلك. كتشوف بان هذه الطريقه نسبيا تقدر تبعد على الاقل، بعدا تقدر تفرز الصناعي من غير الصناعي. شوف الصناعه التقليديه راه معروف، ما كاينش كميه كبيره تقدر تفرز بين هذا وهذا. الصناعه التقليديه راه فهمتي راه معروف، كتجلس حداه تهضر معاه. ملي جبتي العائله كاين واحد النقطه مهمه حتى هي، فاحنا ما نساوش الدعم العائلات ديالنا بصراحه. الدعم العائله راه مهم. نتكلم على نفسي انايا، الدعم العائله ديالي اللي كنعرف لا من عمامي لا من خوالي لا من ولاد عمتي ولا ديالي، اخر واحد ديال العائله بين الام ديالي او الاب ديالي، تبارك الله واحد الدعم كبير.
يسولوك على براد، يسولوك على السينيه، يجيو يقلبوا يشريو من عندك، يعني كتحس بهم انهم كيقلبوا يعاونوك باش تزيد ساهموا في التطوير يعني. التطوير ديالك، جميل. وكيرفعوا المعنويات ديالنا فهمتي، كيرفعوا المعنويات، كيخليوك تحس بك الفراغ، تحس بك الضوء، تحس يعني تبارك الله. عندي ولد كتلقى مثلا متعمس على ولد عم او ولد من هذا، عندي ولد حدو كيصوب، عندي ولد عمي كيصوب، فهمتي، عندي ولد خالتي كيصوب، كيدير بغيتي شي عندك واحد التسويق افضل يعني داخلي كيعاون مزيان. تسويق داخلي واحد في العائله. ممتاز. ممتاز. هذا بصراحه واحد التضامن هو كبير، وكان من المنبر كنشكر العائله ديالي وكاع العائلات المغربيه كنقدم لهم الشكر. وكما قلت التضامن ديال المغاربه راه مهم، صحيح. مهم بزاف انهم باش يدعموا الصناعه التقليديه، اي صناعه حرفيه يدويه. المغاربه هما اللي قادرين يطلعوها، واما صحيح. الا سمحوا فيها راه غادي إن يطلع شاء النمو ديالها. ما نستناوش الاجانب يجيو ياخذوا المنتوج ديالنا، حنا اولاد صحيح. كمغاربه، صحيح. لان حنا كما تنقولوا اليد ملي هذا كيهزوها مالي. صحيح. نحن كمجتمع مغربي خصنا نهزوا بعضياتنا، نكون نتعلموا بعضياتنا، بيناتنا غادي نمشيو بعيد، صحيح. وغادي نقدروا ان شاء الله نضربوا في البلافون ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله. جزاك الله خير.